السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم. هنتكلم فيديو النهاردة عن تريكات لحل مسائل المسافة والازاحة في خط مستقيم، وهنشوف بعض المشاكل اللي ممكن تقابلنا في حل المسائل دي. اول حاجة معانا بيقولك لو الجسم اتحرك في خط مستقيم وفي اتجاه ثابت، يعني نفترض ان الجسم اتحرك في خط مستقيم وفي اتجاه ثابت، مثلا اتحرك من الف لب. تمام. وكان الاتجاه بتاعه دوت، يبقى المسافة هتكون معانا ايه؟ المسافة هي المسار اللي الجسم اتحركه كله، هو اتحرك من الف راح لب، يبقى المسافة هي الف لب. طيب الازاحة، احنا عارفين ان الازاحة هي اقصر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية، وكمان مش كده بس، مش بجيب مقدارها بس، لا انا بحدد كمان الاتجاه بتاعها. يعني هنا الجسم اتحرك من الف لب، بس كان في اتجاه ايه؟ كان في اتجاه الغرب، يبقى اتحرك من الف لب غربا. وديت الحالة اللي هتقابلها، بتكون المسافة بتساوي الازاحة فيها. تمام. آه بعد كده لو الجسم اتحرك في اتجاهين عكس بعض، يعني اتحرك مثلا من ألف لب كده ورجع من ب لج كده، اتحرك من ألف روح لب، بعدين من ب روح لج. طيب تبقى المسافة هي طول المسار الفعلي اللي الجسم اتحرك. هو اتحرك من ألف راح لب، وبعدين رجع من ب راح لج، يبقى المسافة من ألف لب زائد ب ج. طيب الإزاحة كمتجه هتساوي، هي أقصر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية، يعني اللي هي ألف ج. طيب ألف ج دي كانت في اتجاه ايه؟ هو كان متحرك كده وبعدين رجع كده، بس هو ما اتحرك من نقطة البداية كان اتجاهه يمة فين؟ كان اتجاهه يمة الغرب، يبقى اتحرك من ألف ج غربا. تمام. هنفترض بقى ان الجسم اتحرك في اتجاهين عموديين، او في اتجاه عمودي على الاتجاه التاني. تمام. اتحرك من ألف ب من ب لج، وكان ألف ب كان عمودي على ب ج. تمام. تبقى المسافة، احنا قلنا المسافة هي طول المسار الفعلي، يعني اتحرك من ألف ب يبقى ألف ب زائد اتحرك من ألف لب ومن ب لج، يبقى ألف ب زائد ب ج. تمام. طيب الإزاحة هي أقصر خط مستقيم، يبقى اتحرك من أقصر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية، يعني اتحرك من ألف وراح لجيم. تمام. هتكون في الاتجاه ده كده، يبقى هي ألف ج. طيب الألف ج دي هنجيبها ازاي؟ هو مش أنا عندي دوت كده مثلث قائم، يعني أعرف أجيبها من نظرية فيثاغورس. يعني أقول إن الألف ج، عذرا الشباب، يعني أقدر أقول إن الألف ج هتساوي الجذر التربيعي لألف ب تربيع زائد ب ج تربيع. تمام. كمان الاتجاه بتاعها، ما اقدرش احدد الازاحه من غير اتجاه، كده ما تبقاش ازاحه. طيب الاتجاه بتاعها فين؟ هو ماشي كده، يبقى الاتجاه بتاعها جنوب غرب. تمام. طيب نفترض بقى اللي هو اتحرك في 3 اتجاهات، والثلاث اتجاهات كانوا عمودين على بعض، يعني اتحرك من ألف لب، من ب لجيم، ومن جيم لد. من ألف راح لب، ومن ب راح لجيم، ومن جيم راح لد. تمام. كده اتحرك في 3 اتجاهات متعامدين، راح من ألف لب، ومن ب راح لجيم، ومن جيم راح لد. تبقى المسافة معايا هتكون ايه؟ هتكون ألف ب زائد ب جيم زائد جيم د. تمام. طيب الإزاحة، احنا اتفقنا هي أقصر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية، يعني المفروض ان الإزاحة كانت تيجي كده. طيب الاتجاه بتاعها، هو اتحرك من ألف راح لدال، يبقى الاتجاه بتاعها لأسفل كده، يعني في اتجاه الجنوب، يبقى الإزاحة تكون الألف دال. تمام. جنوبا. تمام. نفترض بقى ان هو اتحرك في اكتر من اتجاه، بس عاد لنقطة البداية تاني. تمام. يعني اتحرك من ألف لب، وبعدين رجع من ب لألف تاني، من ألف لب، وبعدين رجع من ب لألف تاني. تبقى المسافة هنا هتكون معايا، اتحرك كده وبعدين رجع كده، تبقى المسافة معايا ايه؟ المسار اللي هو اتحركه هو نفس المسار اللي عاده، يبقى هتكون 2 من أول مسار اتحركه، أو تاني مسار مش هتفرق، 2 من ألف ب. تمام. طيب لو اتحرك في 3 اتجاهات، تمام، ويعني في شكل مثلث، يعني اتجاهين متعامدين، وكمان اتحرك الوتر معاه. عذرا يا شباب. تمام. راح من ألف لب، ومن ب لجيم،
وبعدين رجع تاني الألف، اتحرك في شكل مثلث يعني. تبقى المسافة اتحرك من ألف لب، بعدين من ب لج، بعدين من ج لألف، يعني المسافة بتاعته هتكون هي محيط المثلث. تمام. طيب هنفترض ان هو اتحرك في شكل رباعي بس رجع لنقطة الأصل تاني، يعني اتحرك من ألف لب، من ب لج، من ج لد، ومن د لألف. تبقى المسافة برضو المسافة هتكون هي محيط الشكل الرباعي دوت، من ألف لب، بعد كده من ب لج، بعد كده من ج لد، بعد كده من د لألف. طيب وفي الثلاث حالات دول ادام رجع لنقطة الأصل تاني هتكون متجه الإزاحة بيساوي صفر. اشمعنى؟ ده هو رجع لنقطة الأصل في كل مرة، يعني مفيش أقصر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية، لأن هي نقطة البداية هي نقطة النهاية. تمام. احنا عارفين ان الإزاحة أقصر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية. تمام. كمان عندنا معلومة بتقول ان الإزاحة بتكون أقل من أو تساوي المسافة. طيب هي دايما بتكون أقل من المسافة، وممكن الإزاحة بتساوي صفر، أيوة ممكن بتساوي صفر، بس المسافة عمرها ما تكون بتساوي صفر، لأن لو المسافة بتساوي صفر يبقى الجسم ما اتحركش أصلا. تمام. طيب امتى بقى الإزاحة تكون قد المسافة؟ اول حاله خدناها لما الجسم بيتحرك في خط مستقيم بس بشرط ما يرجعش لنقطه الاصل تاني، لان لو رجع لنقطه الاصل تاني اكننا بنتكلم في ان الازاحه هتساوي صفر. اتفقنا؟ اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.